السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا منى من قناة منمن احمد، جايه لكم النهارده في فيديو جديد. الخلاط اللي انا جبته في جهازي هو ده شكله. هو من شركة فيليبس. الشركة دي تبع توشيبا العربي، توكيل توشيبا العربي. شكل الخلاط اهو يا بنات، هو صغنطوط كده ونفس اللون. اكتر حاجة عجبتني فيه لونه، ومعاه الشفشق ومعاه المطحنة. بجد جميل جدا. هو 750 واط وفيه طبعا حاجات كتيرة قوي. معاه الكبة ومعاه المباشر، معاه مباشر كتير. زي ما انتوا شايفين، اول حاجة دي بتعجن البيض والدقيق، ودي مفرمة اللحمة، ودي بتاعة المخبوزات، ودي المباشر. مش عارفة واضحة ولا لأ. اهي بتبشر الشوكولاتة، ومزودة كمان بسلاح اللي هو بيقطع البطاطس صوابع، وده بتاع الجزر، وده بيقطع الشرايح. حلو جدا يا بنات بجد. امكانياته حلوة قوي. احلى حاجة فيه كمان ان هو مزود بامان. يعني لو انتي حاطة الفيشة ومش حاطة الشفشق عليه، وتيجي تشغلي دول ما بيشتغلوش. البتاع ما بتلفش. لازم يكون ان انتي حاطه البتاع مقفوله كويس وبالامان بتاعها. كمان في حاجه، ان هو ان هو مزود هما درجتين بس. الدرجه اللي هي اللبني دي، والدرجة الموف. هو ملونلك الأسلحة علشان يقولك انتي تشتغلي على السلاح ده، يشتغل على درجة واحد ولا درجة اتنين. يعني بصوا، هتلاقوا بتاع البصل ده اهو لونه موف، يبقى هيشتغل عند الموف درجة اتنين. هتلاقوا اللبني ده اهو بتاع العجان ده هيشتغل على واحد. دي احلى حاجة فيه بصراحة، ان هو مميز يعني. حتى المباشر برضو بألوان، على كل حاجة على حسب لونها. يقولك مثلا دي محتاجة كذا، يبقى انت هتشتغلي على السرعة دي. حلو جدا يا بنات. تعالوا نشوفه مع بعض. اهو هو من زي ما قلت لكم من توشيبا العربي. اهو ده شكله، دي شكل الأسلحة بتاعته. هو حلو جدا. تعالوا نفتح مع بعض العلبة. دي اول حاجة، ده فيه الأسلحة. تمام. وادي الخلاط الشفشق يعني، وادي الكبة. طب هطلع الحاجات بره يا بنات وهرجع لكم تاني. اهو يا بنات ورجعت لكم تاني. ده شكل الكبة. ده الغطا بتاعها اهو. معلش ثواني. اهو ده شكل الكبة. الكبة ما شاء الله كبيرة قوي. حلوة جدا وجودتها كمان حلو. معاها البتاعة دي عشان بتحطي من هنا يعني. اهي دي عشان بتنزلي بيها. اهي بتنزلي بيها اللحوم يعني والحاجات دي. حلوة جدا يا بنات بصراحة. ده شكل الكبة. وهو يا بنات ده شكل الخلاط. هو ده شكله اهو. معلش بس عشان هو فيه مراية. شكله حلو قوي وصغنطوط كده وجميل، وفيه درجتين اهو اللي انا قلتلكوا عليهم. تمام. ولونه اسود برضو، دي من الحاجات اللي عجبتني فيه يعني. ومن الحاجات يا بنات اللي عجبتني فيه برضو الدورق ده، الشفشق بتاعه شكله شيك جدا برضو. لونه اسود، لونه اسود. ده حلو قوي. وصغنطوط كده. هو تقريبا لتر او لتر ونص، مش عارفة. ودي المطحنة اهي، حلوة برضو خالص، لونها اسود. بجد جميل جدا ما شاء الله. من الحاجات اللي انا فرحانة بيها بجد في جهازي يعني. تمام يا بنات. وده الدرج كده طبق. بيبقى معاه بقى الحاجات اللي هي الأسلحة والكلام ده. أول سلاح اهو اللي هو بتاع العزم. تاني سلاح المباشر اهي. حلوة جدا بصراحة ما شاء الله، الله أكبر. جودتها جميلة جدا. اهي دي بتاعت بطاطس الصوابع. ودي اهي برضو كل دي مباشر يعني اهي. جميلة جدا. كمان معاها المعلقة دي، كمان معاها السلاح ده، ومعاها السلاح ده.
جودته برضو حلوة قوي. ده عشان حامي، هما مغلفينه كده حلو جدا يا بنات بجد. ودي بتاعت الكبة. حلو جدا يا بنات بصراحة. الخلاط عجبني جدا اول ما شفته. هو بصراحة راجل شكر لي فيه وقال لي في لبس جميل جدا. وكمان لما دخلت على النت وشفت يوتيوبر سوري يوتيوبر بتعلن عنه يعني، والاعلانات بتاعته وبتاع، هو حاجة نظيفة جدا بصراحة. كان سعره عامل 1500، وكنت جايباه من وسط البلد في مول كده في وسط البلد. بس بصراحة انا مش فاكرة، هو مش مول، هو زي محل كده كبير او سنتر يعني كبير. حلو جدا يا بنات. هو بس مشكلته ان هو مش متوفر كتير يعني، مش هتلاقوه عند اي محل يعني بتاع اجهزة كهربائية وكده، لان انا سألت عليه هنا بعد ما شفته هناك ما لقيتوش، فاضطريت ان انا ارجع تاني اجيبه من هناك. فهو حلو جدا ما شاء الله. وهو 750 واط، وفي زي ما قلت لكم 28 يعني وظيفة وكده، بيعمل كذا حاجة. بس يا بنات هو ده كان الخلاط بتاعي. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ويا ريت كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة يا بنات.